مساء الخير، مساء البركات، مساء كله سعادة عليكم. ليه التخلي هو مفتاح الاتحاد في توأم النفس؟ طبعا علاقة توأم النفس مش زي اي علاقة عادية، وما ينفعش ان هي يتم التعامل معاها زي اي علاقة عادية، لان التخلي في علاقة توأم النفس هو امر طبيعي، وهو مرحلة من مراحل رحلة التوأم. لكن ايه هو معنى التخلي؟ التخلي هو اللي معناه ان التوأم بيتوقف عن اي محاولة للحصول على اي شيء من توأمه. يعني مثلا عايز يحصل على سعادة، عايز توأمه ينقذه، عايز يغير له وضع معين في حياته. لا، توأمك مش هو اللي هيخليك سعيد، ولا هو اللي هيحللك مشاكلك، لان في حاجة مهمة جدا انت المفروض تعرفها، وان انت بس اللي هتحل مشاكلك، انت بس اللي هتنقذ نفسك. ده درس مهم جدا انك انت تعرفه. لو انت في فقر، انت بس اللي هتطلع نفسك من الفقر. لو انت عايز طبعا الاتحاد بتاع توأمك، فانت بس اللي هتجلب الاتحاد ده لنفسك. فاي محاولة منك ان انت تعتبرهم هم مصدر سعادتك، او وسيلة لحل مشاكلك، او مركز عليهم بتحاول ان انت تخليهم ان هم يتكلموا معاك، لا، خليك في نفسك. ابدأ انت ركز على نفسك، حب نفسك، ادي لنفسك الحب. كل ان انت تركز على نفسك وتحب نفسك ده هيجذب توأمك ليك. التخلي اصلا بيجذب التوأم ليك. الرحلة مش بس ان انت تكون مع توأمك، لان هو ده الطبيعي، ده توأمك، فهو الطبيعي ان انتوا تكونوا مع بعض. لكن الرحلة دي رحلة اليقظة الروحية ليك، دي رحلة رجوعك الى حقيقتك، رحلة استرداد قيمتك واسترداد حقيقتك مرة تانية. فأي محاولة انك تمشي بالبرمجة القديمة، ان كل حاجة برا منك، والحب برا منك، وكل اللي انت عايزه برا منك، دي مش هتجيب نتيجة نهائيا، بل بالعكس دي هتزود في الانفصال وهتزود في البعد. لكن لما تعرف ان انت تبرمج نفسك البرمجة الاصلية الحقيقية، ان الحب جواك، ان كل خيرك انت جواك، كل ما تريده هو جواك، كل ما يرضيك هو جواك، فبالتالي هنا توصل لي ان هتكون علاقتك بتوأمك علاقة مشاركة مع بعض، مش علاقة اعتمادية زي ما معظم العلاقات قائمة على الاعتمادية. كل واحد فيكو بيكون كامل بنفسه، كل واحد فيكو بيكون محقق الرضا من جواه. فبالتالي العمل الداخلي عليك بالشفاء الداخلي عشان توصل ليقظتك الروحية، وعشان توصل للاتحاد بتوأمك، والتخلي عن اي حاجة انت تعتبر توأمك فيها هو مصدرك. لو كنت انت محتاج توأمك او معتمد عليه، فده هيزيد الوضع سوء. لو انت معتبره مصدرك في شيء، فده هيكون حاجز، هيكون بلوك ما بينكو انتوا الاتنين. خد وقتك في الشفاء، 2 3 سنين، سنة، لكن بعد كده هترتاح باقي حياتك. ابني حياتك الاول، ابني علاقتك بنفسك الاول، انت اصلا كون سعيد الاول مع نفسك، ركز على نفسك، حسن من نفسك، رتب حياتك، ما تربطش نفسك بالتوأم وتحط توأمك قبل العمل الداخلي، لان العمل الداخلي هو الحل الوحيد انك ترتبط بالتوأم بتاعك وتعيشوا مع بعض في انسجام، والتخلي ده ينتهي.
اما كمان تتعلم الدروس بتاعتك وتقوم بالعمل الداخلي، هو ده بس اللي هيرجع التوأم، هو ده بس اللي هيرجع التوأم. شكرا لكم.